بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته. النهاردة ان شاء الله هنزل لكم فيديو حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم، واتمنى تدعموني كده بلايك وكومنت حلو حلو منكم كده. يشجعني دايما ويفرحني ويفرح قلبي، يفرح قلبكم انتوا كمان يا رب. بدأنا يومنا النهاردة بسم الله كده، سمينا الله ودخلنا على المطبخ، عملنا الفطار. أحلى فطار كمان. فاكرين البلح اللي نزلنا الفيديو بتاعه المرة اللي فاتت؟ عملنا منه بقى حبة عجوة الصبح كده حلوين، بمعلقة سمنة، وجنبهم شوية قشطة كده طلعوهم من اللبن، من وش الحليب، وفطرنا والحمد لله. شيلنا الفطار وسمينا الله دخلنا تاني المطبخ عشان نعمل الغدا. النهاردة هنعمل غدا ايه؟ النهاردة ايه اللي باللون الأخضر يا فاتن؟ هنعمل قلقاس. هنعمل قلقاس بوصفة حلوة النهاردة وطريقة سهلة مفيش أسهل منها، وهتعتمديه إن شاء الله. الطريقة دي بإذن الله هتعتمدوا الطريقة بتاعتي اللي أنا بمشي بيها على طول، وهتاكلوا هتدوقوا أحلى قلقاس في الدنيا. حطينا الفراخ الأول، نضفناها طبعا كويس ونقعناها في الخلطة بتاعتها عقبال ما فطرنا، اللي هي الملح والخل والليمون. وكمان كنت قطعت من الصدرين دول، انا سلقه صدرين وطلعت منهم الحتت صغيره كده، اللي هي يعني بقطع تقريبا نص الصدر، بقسمه على اتنين، بطلع منه للولاد بعمل لهم الستريبس عشان هما يعني مش بياكلوا الفراخ قوي سليق زي ما هي كده، زي ما احنا بناكلها يعني بالطريقه اللي هي التقليديه. فبيحبوها ستريبس كده، بتبقى مقرمشه ولذيذه، بياكلوها كده بألف هنا على قلوبهم يا رب. واللي ولادها بيدوخوها عشان ياكلوا الفراخ، تعمل الطريقة بتاعتي ديت، وإن شاء الله ولادها هيحبوا الفراخ جدا وهيطلبوها منها كل يوم. الخلطة بتاعتنا دي اللي كنا عملنا منها قبل كده الفيديو بتاع البطاطس، كانت متبقية عندي في التلاجة ما برميهاش، اطلعها من التلاجة. اخففها شوية عشان طبعا انا هنقع فيها حتة الفراخ السترابس دي، وهحطها تاني في التلاجة لحد لما اجي احمرها بإذن الله. هنبدأ بقى كده دلوقتي. بعد ما قلت لكم غسلنا الفراخ كويس وسلقناها، طبعا حطينا بقى في الشوربة، شوحتهم الأول ببصلاية حلوة كده كبيرة وطماطماية وحبة بهارات بقى، ورق لوري، حبهان، مستكة. حطي بقى البهارات اللي تعجبك، عايزة تحطي جزر، عايزة تحطي أي بهارات بقى، بهارات فراخ، 7 بهارات اللي انت بتحبيه، والطريقة اللي بتعتمديها في سليق الفراخ أو اللحمة اعملي بيها. عايزة تحطي كمان عود قرفة خشب، برضو بيدي طعم حلو قوي للشوربة وبيديها تست كده جميل ومميز. هنعمل بقى كمان حبة ايه، رز بشعرية بقى حلوين كده جنب القلقاس، عشان نستمتع كده بأكلة القلقاس بتاعتنا النهاردة. الأكلة بتاعتنا النهاردة من الأكلات اللي كانت مشهورة قوي أيام الجمعة كده واحنا صغيرين، ونشم ريحتها كده ايه بعد الصلاة، تبقى مفحفحة كده في البيت، والبيت كله العمارة كلها كده يسألوا مين النهاردة اللي عامل قلقاس من كتر الريحة اللي بتبقى ايه مفحفحة كده في العمارة. بتفكرني بجد بأيام حلوة قوي كنا عايشينها كده لو احنا صغيرين بقى في وسط أهلنا. أبويا وأمي الله يرحمهم يا رب كده ويحسن إليهم ويجعلهم في الجنة ونعيمها اللهم آمين. فبجد أوقات كتير أوي في أكلات بترجّعنا كده سنين لورا وبتفكّرنا بذكريات حلوة، وباتمنى بجد إن أنا كمان أقدر أعمل ده لولادي وأخلّي لهم ذكريات حلوة كده مربوطة بالأكل زي ما أمي الله يرحمها عملت. بُصّوا هنا كانت نوني بقى معايا في المطبخ عشان تعذروني، أنا مش بانزّل لكم فيديوهات كتير بسبب إن هي دايمًا بتبقى على إيدي كده، فأوقات كتير التصوير بيبوظ منّي بسبب إن هي بتبقى شبطانة إن هي أفضل شايلاها طول الوقت. فهنا كانت معايا في المطبخ، حطّوا لها لايك بقى عشان خاطر نوني النهارده، حطّوا لنا لايك وكومنت حلو كده، وادعوا لي بقى إن ربنا يقويني وأربيهم كده ويطلعوا صالحين يا رب، وبارين بيّا وبأبوهم إن شاء الله. عملنا الرز بشعرية بتاعتنا. بُصّوا بقى في حتّة كده تكاية تكاية باحبها في الرز بشعرية، عشان يبقى طعمه حلو ومميز. طبعًا السمنة الفلاحي أساسي طبعًا، ما عندكيش سمنة مخلّطة أو عندِك وش لبن حطّيه على السمنة وهيعمل معاكِ أحلى طعم رز.
بس في حاجة كده باعملها أمّا باعمل الرز بشعرية، إن أنا باعمل إيه، باحط الشعرية قد نُص كمية الرز، يعني لو هاعمل نُص كيلو رز باحط له ربع كيلو شعرية، لو هاعمل كيلو رز باحط له يعني نُص إلا شوية بسيطة شعرية، بيدّي طعم للرز بشعرية بُصّوا يعني هتدوقي أحلى رز بشعرية هتعمليه. المهم كده كانت الفراخ بتاعتي استوت بقى خلاص تمام، أنا هاحمّرها عادي خالص في الزيت، مش هاحطها في الفرن ولا هاعمل لها خلطة ولا أي حاجة، عملت للولاد كمان شوية شوربة لسان عصفور، باحمّر لسان العصفور في معلقة سمنة، ومش باحط سمنة كتير بصراحة لإن أنا هاعملها هاحط لها شوربة، فالشوربة already بتبقى فيها دسم شوية، فمش عايزة الدنيا تبقى كلّها دسم كده. يعني من الحاجات اللي باحاول أعوّد ولادي عليها إن هم ياكلوا الأكل خفيف شوية، ملح وخفيف المواد الدهنية، عشان يكبروا على كده ويبقى الأكل بالنسبة لهم صحّي أكتر. ضبّطنا بقى التوابل بتاعة شوربة لسان العصفور بتاعتنا، وأنا باعمل شوربة لسان العصفور مش بافضل أخلّيها تغلي على النار كتير، عشان ما تعجنش منّي وألاقيها بقى الشوربة ما بقِتش شوربة بقت تحسّي إن هي عملت نشا كده، ما باعملش كده، أنا تاخد غلوة وأروح إيه راكناها على جنب كده وطافية عليها النار، هي تكمّل سواها في سخونية الشوربة وتبقى تمام التمام. هنا بقى القلقاس بتاعي، أنا لمّا باخزّن القلقاس باغسله واقطّعه كويس، وباغسله من الزفلطة اللي فيه ديّة، اللي هي اللزوجة بتاعته، وباشيله في التلاجة وباحط له السلق بتاعه والخضرة بتاعته، بصراحة باطلّعها أديكم أنتم شفتوا أهو بنفسكم لونها محتفظ بخضار وكده وجميل، ومش بيغيّر خالص. وباطلّعه من الفريزر آسفة سامحوني، باطلّعه من الفريزر وهو متجمد كده، أنا مش بافُكّه كتير، يعني مش باسيبه يفُك من التجميد بتاعه كتير. يعني أنتم شُفتوا أهو كان لسه ماسك في بعض، بس أنا يا دوب بارُش عليه شوية مَيّة كده عشان أفُك بس الخضرة بتاعته، وبعدين بانزّله في الشوربة بقى وهي بتغلي كده. آخُد الخضرة دي باحُط لها معلقة شوربة ومغرفة شوربة أو شوية حتى مَيّة سخنة، وبارجّعهم على النار عشان إيه، أدّيهم زي نُص سلقة كده. النُص سلقة ديّة بتخلّيها تتحمّر معايا وتبقى مستوية كويس، ما باضطرش إن أنا أحطّها في القلقاس تاني في الشوربة عشان تكمّل سواها، يعني التحمير مش بيخلّيها تبقى ناشفة ماسكة في بعض كده لأ، حتى مش بافرُمها، مش باحتاج إن أنا أفرُمها أو أضربها في الكبة أو أي حاجة، أنا باحطّها السلقة ديّة بتخلّيني لمّا آجي أحمّرها تستوي معايا وتبقى زي الفُل. هنا خلّصنا بقى الرز بتاعنا، وخلّصنا لسان العصفور، والشوربة بتاعتي الفراخ خلاص استوت، حطينا القلقاس كمان يكمّل السِوَى بتاعه، القلقاس لمّا باجي أعمله مش باخلّيه يتهري أوي، لإن طبعًا عشان ما يبقاش طعمه كده إيه، يقلب إن هو بلوظة كده بيبقى مش لذيذ يعني، ومش باخلّيه يفضل ني، يعني في ناس باحس إن هي بتسيبه أول ما تعمله كده فيه قرمشة شوية، عشان إيه، لو قعد في التلاجة وجينا نسخّنه تاني يوم ما يبقاش مهري، لأ، أنا باسويه السِوَى المضبوط، ولمّا بيقعد باجي أو أسخّنه حتى لو اتفضّل منه حاجة وباجي أسخّنها، تهدّي النار عليه مش هيعجِّن ولا يعمل أي حاجة. هنا كانت المَيّة نشفت بقى من السلق بتاعي، هاحط له معلقة السمنة حلوة كده محترمة، عشان هاحمّره، وكمان هاحط بقى الفصوص بتاعة التوم معاه. تقدري الفصوص التوم تهرسيها أو تضربيها في الكبة، تدقيها في الهون، تعمليها باللي هي العصارة بتاعة التوم، اللي تحبيه. أنا باحطهم سُلام كده، بُصّوا أهو، باحط التوم سليم كده مع سخونية السلق والكزبرة طبعًا الخضرا، مع السخونية بتاعتهم وكمان السمنة، بيستوي التوم وبافضل أهرس فيه بالشوكة كده، باهدّي النار وبافضل أهرس فيه بالشوكة مع السلق كده، بيبقى بيستوي ويبقى زي الفل ويتهرس معايا بالشوكة بكل سلاسة ويتحمّر ويبقى مِيَّة، مِيَّة. هافضل أقلِّب بس كويس وتفضل إيدي فيه في السلق عشان ما يتلسعش منّي ويتحرق ويدّي طعم بقى مرارة كده للقلقاس بتبقى مش لذيذة. لو لاحظتوا أنا ما حطيتش أي بهارات خالص على القلقاس، أنا مُعتمدة على البهارات اللي أنا حطيتها في الشوربة، وكمان
أنا هاضبّط الكلام ده كلّه بعد ما القلقاس بتاعي يستوي، أنا مش عايزة أحط له ملح زيادة أو بهارات زيادة عشان الغليان كتر الغليان، عشان يستوي طبعًا القلقاس بتاعي ما يخلّيش الحاجات دي كلّها تغيّر طعم أو الملح بتاعها يزيد أو تبقى مش مضبوطة لأ، أنا هاضبط كل الكلام ده بقى بعد ما القلقاس بتاعي يستوي. هنا هنفضل طبعًا نقلِّب بقى كده في السلق بتاعنا كويس، عشان زي ما قُلنا ما يتلسعش ويمرّر مننا، وكمان التوم، طبعًا كلنا عارفين إن التوم لمّا بياخد وقت في السِوَى زيادة على النار ويتحرق أو يتحمّص زيادة شوية يدّيني مرارة على طول، عشان كده أنا حطيته ني بعد لمّا سلقت السلق بتاعي عشان عقبال ما يستوي يكون السلق هو كمان اتحمّر، لكن لو حطيته التوم مع السلق وهو بيتسلق في الشوربة ممكن يبقى أسهل في إن هو يتلسع معايا لمّا آجي أحمّره أمّا أضيف السمنة. هنا كان تمام أهو بقى زي الفل ويتحمّر كويس جدًا، هاحطه بقى على القلقاس بتاعي و هابتدي بقى أضبّط شوف بقى أدوق، أشوف الملح، محتاج شوية بهارات، محتاج فلفل أسود، وفي كده حاجة من البهارات نوع من البهارات باحطها له في الآخر هتخلّي طعم القلقاس نفسه يقلب بقى حتّة تانية خالص، دي التكاية بتاعتي دي، يعني دي أنا مُعتمدة الطريقة بتاعة أمي من زمان، بس التكاية بقى اللي أنا هاقول لكم عليها دلوقتي ديّة بتاعتي أنا، وبتخلّي بجد طعم القلقاس في حتّة تانية خالص، ويقلب بقى ريحة وطعم ولذاذة مش عايزة أقول لكم قد إيه، هتجرّبوها بنفسكم إن شاء الله وتعجبكم وتقولوا لي تسلم إيدِك. بُصّوا السِوَى بقى، شايفين؟ بُصّوا مش مهرية، لأ، أمّا باجي أقطعها بالشوكة كده بتتقطع بس محتفظة بقوامها مش مهرية خالص، سواها مضبوط 100%. هنبدأ بقى نضبّط الملح، هازوّد شوية فلفل أسود، شوية بهارات، بهارات لحم، بهارات فراخ، طبعًا بما إني عاملة فراخ وبشوربة فراخ بازوّد بهارات فراخ، وهنحط بقى كمان كده نُص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة. أيوه. طب ليه ما حطيتهاش وأنا باحمّر السلق؟ لأ، أنا مش عايزاها تتحمّر فتدّيني طعم متغيّر، لأ، أنا عايزاها تبقى نيّة عشان تبقى كل الريحة والطعم بتاعها باين في القلقاس. فهيدّيني ريحة وطعم مش عايزة أقول لكم خطيرة، خطيرة، خطيرة. إن شاء الله تجرّبوها وتعجبكم. هنا حمّرت بقى الفراخ بتاعتي طبعًا الأول في الزيت عشان هارجع أحُط الstrips بتاعتي، الstrips طبعًا نيّة فمش هينفع إن أنا أقليها وأحطها في الزيت نيّة وبعدين أحُط مكانها الفراخ العادية بتاعتي، لأ حمّرت الفراخ الأول وبعدين هاعمل الstrips. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما شفتوش الفيديوهات التانية اللي عملنا فيها الخلطة ديّة عبارة عن إيه، الخلطة دي عبارة عن دقيق ومَيّة وبهارات، البهارات اللي تريّحِك، حُطّي بقى قرفة، حُطّي زعتر، حُطّي بصل باودر، توم باودر، طبعًا ملح، فلفل أسود اللي يريّحِك، ودقيق وشوية مَيّة وقلّبي كل الكلام ده لحد أمّا يوصل لمستوى سمكة يعني متوسط وانقعي فيها حتة الستريبس بتاعتِك وطلّعيها، حطّيها في الخلطة التانية اللي هي عبارة عن إيه، الخلطة بتاعتنا ديّة بقسماط سايب من عند العطار وعليه شوية crispy ومعلقة دقيق معلقة نشا، هنقلّب كل الكلام ده ونحط له شوية ملح وشوية بهارات فراخ وعايزة تزوّدي إضافة كده اللي هي بتدّي طعم شوية ولون كمان أصفر حلو كده، اللي هي طعم الجبنة، مش عايزة تحطّيها بلاش، وقلّبي كل الكلام ده كده يا سِت الكل نزّلي في حتت الستريبس بعد ما تحطّيها في العجين اللي إحنا عملناه، ونزّليهم على النار في زيت شوية غزير مش غزير أوي، مش تغطّي يعني القطع لأ، دي قطع ستريبس من الصدر فهتستوي معانا بسرعة مش هتاخد وقت في في السِوَى خالص. هنا بقى كان جوزي بدأ يعرّف الحِلَل وداخل بقى جعان ويالّا خلّصينا والريحة قلبت الدنيا وجوّعتيني، ف هتلاقوني بقى كده إيه، صوّرت لكم في يعني بالإنجاز كده حاولت إن أنا ألحق ألقط الصورة قبل ما يقول لي يالّا لأ حُطّي الأكل خلاص أنا جعان. ده من كتر ما كانت الريحة حلوة، أنا عايزة أقول لكم أهو دي حاجة تشجّعكم إن أنتم تجرّبوا الطريقة دي.
فجربوها وإن شاء الله مش هتندموا. قولوا لي إيه رأيكم، وعجبت بقى إيه الناس في البيت عندكم والّا لأ، وطمنوني كده إن شاء الله. ولو وقفت معاكم حاجة، نسيتوا حاجة، محتاجين تسألوا عن أي حاجة، قولوا لي وأنا إن شاء الله هارُد عليكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو منكم عشان يشجعني إن أنا أكمّل. كلّكم كنتم عارفين إن أنا كان خلاص بدأ ييجي لي إحباط إن أنا أكمّل في القناة، بس الحمد لله لحقتوني. بصوا بقى كمية الستريبس الحلوة ديّة، والفراخ بتاعتنا متحمّرة وجميلة. وعملنا أحلى ستريبس ممكن تاكلوها، ولا تقولوا لي بقى كنتاكي ولا مش عارفة مين. لأ، أكل البيت ما فيش أحلى وأنضف منه، ونعمل لولادنا كل اللي نفسهم فيه. وحبة القلقاس بتاعنا بقى اللي لونه أخضر كده الجميل، شايفين عرفتوا بقى إيه اللي باللون الأصفر وإيه اللي باللون الأخضر. أدي القلقاس بتاعنا الحلو اللي طالع بقى إيه سخن كده وريحته قلبة الدنيا وجوعت اللي في البيت كلهم. وكمان عملنا شوربة اللسان العصفور، وأحلى رز بشعرية. وكانت الغدوة بتاعتنا النهاردة غدوة مصرية أصيلة من روايح يوم الجمعة بتاعت زمان. يا رب يجعل كل أيامكم فرح وهنا يا رب كده، ويكتر الخير في بيوتنا، ويجعلها دايما عمرانة بحس ولادنا وحبايبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.